طفل مواليد برج العذراء. طفلكم هادئ الطباع، لا يحدث ضجيجا ويحب النظام، ويعيد لعبته التي أحضرها له في عيد ميلاده إلى مكانها، وهو محبوب من قبل معلمي مدرسته. طفلكم محب وجدي واجتماعي، يحب المسؤولية والاعتماد على نفسه، يساعد المحتاج ويعطف على الحيوانات الصغيرة. ما هي أهم طباع شخصية مواليد برج العذراء؟ للعذراء نموذجان مختلفان، أحدهما تابع لكوكب عطارد واسمه العذراء المنطقي، أما النموذج الثاني فيطلق عليه العذراء المختل، ولكن أكثر مواليد هذا البرج هو من النوع الأول أي العذراء المنطقي. هو دقيق جدا، يهتم بالتحليلات والتفاصيل، عاقل، يعمل بلا ملل أو كسل، هادئ الطباع، قوي الشعور، وتستطيع أن تطلق عليه إنسانا لا معقول. فصيح اللسان، صادق غير منافق، ولا يحب المجادلة، يعبر دائما بجدارة عن رأيه، ويحب أن يدلي بالنصائح إلى الناس، واثق من نفسه بالتأكيد، ويكره الثرثرة، ويحب الاختصار في الموضوع الذي يتناقش فيه، لا يرتاح إلى الأصوات العالية، يحب القراءة والاطلاع، سياسي دبلوماسي محنك، مرتب ومنسق المظهر، يحب الآخرين وهو جذاب وساحر، ولكنه مغرور بعض الشيء. صاحب مسؤولية وصاحب ذاكرة قوية، وهو غاضب وعصبي المزاج في حالة واحدة هي شعوره بأن شخصا يكذب عليه أو أمرا يمس كرامته. سريع الإدراك، يمتلك حاسة سادسة تمكنه من إدراك الخطر قبل وقوعه، يشعر بأن مستقبله غامض، يحب الادخار، يحفظ مواعيده بدقة، شخص دقيق حذر، يحفظ الأسرار، صادق مخلص مرتب منظم، مرهف الحس، شديد الثقة بالنفس. العذراء والصحة، من أكثر الناس حفاظا على صحتهم، يشعرون أنهم معرضون للإصابة بأمراض المعدة، هم ناس يحبون الطعام، يحبون العلاج بالأعشاب، ويعشقون الصوم باعتباره أحسن علاج للمعدة، وننصحه بالاهتمام بالفواكه والخضروات والابتعاد عن النشويات لأنها تسبب أمراض المعدة بالإضافة إلى السمنة. العذراء والعمل، ينجح في الأعمال التالية: الطب البيطري، التمريض، المحاماة، وإذا تخلصوا من صفة الخجل فستراهم من أفضل الأدباء والشعراء. ينجحون أيضا في البورصة لأنهم لديهم القدرة على التحليل. العذراء والمال والحظ، إنسان محظوظ بالتأكيد، فحب الناس له ثروة لا تقدر بمال، يكسب كثير من الأموال بفضل جهوده الاستشارية المتنوعة مثل عمله في البورصة والإتجار في الأوراق المالية. المرأة العذراء بالتأكيد تستطيع أن تنظم مجهود زوجها وتجعله يكسب الكثير من الأموال إذا استمع لنصائحها الغالية. العذراء والحب والزواج. الرجل العذراء يمتاز بالعقلانية، سينجذب إلى الفتاة الذكية ولن يهتم بأنوثتها، فهو شخص عفيف النفس، ومن هنا ننصح الفتاة التي تريد الارتباط بالرجل العذراء الابتعاد عن فكرة الحب الرومانسي لأنها ستدفعه إلى الهروب، فالخجل ما يميزه، فلا تنتظري منه يا عزيزتي أن يهديك قلبه في فترة الخطوبة، حتى أنك ستشعرين بأنه شخص بارد المشاعر، وهي صورة خاطئة، فالرجل العذراء يعرف من الحب السلوك الحسن، لا تعرف الغيرة له طريقا، ولن يشك في حبه بالتأكيد، لن يرى ضرورة لكي يمتدح محاسنك، ولن يعبر عن حبه وإعجابه بأنوثتك، فكل هذه الأمور بالنسبة له ثانوية، لكنه سيضحي من أجلك ويخلص لك لأنه يقيم علاقة متينة تستمر طوال العمر، فهذه العلاقة التي يكونها لا يفرط بها بسهولة. المرأة العذراء
تمتاز بالعقلانية وهي زوجة مثالية وربة منزل نظيفة مخلصة رقيقة المشاعر، تساعد زوجها وتدفعه إلى النجاح، مخلصة وستدافع عن منزلها ما دامت على قيد الحياة، ستحافظ على بيتها مهما كلفها الأمر لأنها تحترم بيتها، حتى أنك إذا أخطأت في حقها ستحافظ هي على الحياة الزوجية من أجل أولادها. ولكن لو تحول الأمر إلى إهانة انتبه، ستراها شخصية عنيفة شرسة عنيدة، فهي لن تقبل أن تتعرض للإهانة وستحافظ على كرامتها. ناقدة لاذعة وساخرة من كل ما هو خطأ على الأقل من وجهة نظرها، ستطلب منك بالاستمرار أن تحافظ على مظهرك ونظافتك وتنسيق ملابسك، وستحافظ على ترتيب أفكارك والحركة والنشاط والابتعاد عن الكسل، وإلا ستتعرض لكلماتها اللاذعة. فالمرأة العذراء جوهرة حقيقية، واعلم أن الحظ قد ألقى بنفسه في طريقك إذا قابلتها، فهي ثروة غالية لمن يحافظ عليها. أهم النصائح المختصرة والمفيدة لمواليد برج العذراء: الهدوء سمة ممتازة وتساعدك على التحليل الجيد لكل نواحي الحياة. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح. أحيانا رب ضارة نافعة. الإنسان لا يعيش مرتين، فاصنع ما يذكره الناس لك. هذه هي كانت أهم النصائح المختصرة والمفيدة لمواليد برج العذراء. إذا نذكر بأن مولود برج العذراء من الأبراج الترابية التي يسيطر عليها كوكب عطارد، وهي من 24/8 إلى 22/9.